الحمد لله الحليم الستار العزيز الغفار، يخلق ما يشاء ويختار، وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه سبحانه أرسل الأرض بالجبال في كل نواحيها، وأرسل عليها السحاب الثقال بماء يحييها، وقضى بالفناء على كل ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلهي، كيف أخيب وأنت أملي؟ أم كيف أهان وعليك متكلي؟ إلهي، كيف أرجو سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف أطلب من غيرك وأنت ما بدلت نعمة الامتنان؟ إلهي، أنا لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لنا من لدنك توبة واغفر ذنوبنا إنك غافر الذنب العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ملكه والخلق خلقه والكون كونه والأمر أمره، إنما أمره إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وشفيعه وخليله، لبنة التمام ومسك الختام، إمام الأئمة وبدر التتمة وقمة كل قمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى آتاه من الله اليقين، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، ولقد سمعنا في الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فصر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا حبيب الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. رسول الله ضاق من القضاء وجل الخطب وانقطع الرجاء، ولك يا حبيب الله جاء رفيع ليس لرفعته انتهاء. رسول الله إنا نستجيب بجاه والزمان فيه ابتلاء، وبنا وجل شديد من ذنوبنا وما ندري أعفو أم جزاء، وما كانت ذنوبنا عن عناد ولكن بالقضاء غلب الشقاء، وحاشا أن نرى ضيما وذلا ولنا في نسبك مدح وانتماء، وأنت أجل من ركب المطايا وشيمتك السماحة والوفاء. أتيتنا على خلق عظيم ونحن على العموم لك فداء، فسبحان الذي أسراك ليلا وفي الفردوس كان لك ارتقاء، وأكمل منك لم تر قط عين، وكملك الكريم كما يشاء. عليك صلوات ربي ما توالى الظهور وما تلا صبح المساء. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنكم إن اتقيتموه فتحت لكم أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فإنما أزلفت الجنة للمتقين، وتقواه تكون بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. عباد الله، ما أجمل أن يكون الكلام عن الوطن، والأجمل حين يكون عن وطن يحبه الله ورسوله، وكيف لا ونحن نتكلم عن أعظم وطن وعن أعظم حضارة،
إنها مصر، وحق لكل مصري أن يفتخر بهويته وأن يعتز بمصريته. وصدق من قال لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. إنها أم البلاد، أرض الكلام، لم تعرف الدنيا مثلها ولم تعرف مثلها من قبل. أم البلاد، أم البلاد، أرض الكمال، لم ولم تعرف الدنيا مثلها من قبل. تعانقت على أرضها القلوب، وانتقى على أرضها الحبيب المحبوب. التقى على أرضها يوسف بيعقوب. هي أم البلاد وأم المجاهدين والعباد، قهرت بها الأمم، ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم. أرضها كريمة التربة، مهيئة لأهلها ولذوي الغربة. فكم لمصر وأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ حافل بالبطولات والخفايا. وطأتها أقدام الأنبياء المطهرين، ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين، وعاش عليها ومات بها أنبياء ورسل وصحابة وتابعين. ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد نحو 680 مرة، نحو 680 مرة. ذكرها في كتابه المجيد تلميحا نحو 30 مرة، أي بالإشارة. وذكرها تصريحا أي باللفظ الصريح في 4 مواضع. فضلها الله على سائر البلاد، فلم يتجلى ربنا على أرض سواها، جعل فيها الوادي المقدس طوى، أقسم بجبلها فقال والطور وكتاب مسطور، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ذكرها نوح بأنها أم البلاد وغوث العباد. على أرضها ولد وعاش نبي الله إدريس أول من خط بالقلم. دخلها نبي الله يوسف بعد أن كان له إخوته فأكرم مثواه. دخلها بعد أن بيع بثمن بخس فجعل على خزائن الأرض ثم صار عزيزا بمصر. على أرضها رفع نبي الله يوسف وأبويه على عرشها. على أرضها عاش نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب وأبناؤه، وعاشوا بها وماتوا ودفنوا بها وكلهم أنبياء. على أرضها ولد موسى وهارون ويوشع بن نون، عاشوا بها وماتوا بها. على أرضها كلم الله موسى تكليما. على أرضها كانت قصة نبي الله موسى كليم الله مع سيدنا الخضر. على أرضها ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، جعلها الله مبوأة لبني إسرائيل. على أرضها ضرب نبي الله موسى البحر بعصاه فكان كل فرق كالطود العظيم. على أرضها ألقى نبي الله موسى عصاه فإذا هي حية تسعى.
على أرضها تحدى نبي الله موسى فرعون وسحرته، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. على أرضها عاش الأنبياء والمرسلون والصحابة التابعون. مر بها على أرضها مر إبراهيم خليل الله وعاش عليها وتزوج منها بأمنا هاجر التي أنجبت نبي الله إسماعيل أبو العرب. فمن الله على المصريين بأن صاروا أخوان العرب. على أرضها مر نبي الله محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم وصلى بها ليلة أسري به. منها تزوج خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين مارية القبطية. فمن الله علينا مرة أخرى فصرنا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لأننا أخوان العرب. وأتت السنة تؤكد مكانة هذا الوطن وتؤكد قدره، تؤكد عظيم قدره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأهلها خير، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بلد كما أوصى بأهل مصر. فصح عنه أنه قال ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن أهلها هم في رباط إلى يوم القيامة، وقال عن جندها هم خير أجناد الأرض. ما ذكرت مصر في القرآن ولا في السنة إلا لعظيم قدرها وعلو مكانتها. أكرمها الله سبحانه وتعالى بأن جعل اسمها قرآنا يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة تعظيما وتكريما وتشريفا لها. أما عن الصحابة فقد دخلها أكثر من 1000 صحابي يوم فتحها مع عمرو بن العاص كالمقداد والزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وأبو هريرة والزبير بن العوام وعمار بن ياسر. عاش من عاش عليها ومات من مات بها، ودفن منها فيها الكثير. دفنوا فيما يعرف عند المصريين وعند الكثير من أهل الأرض بأنهم البقيع الثاني الموجود في محافظة المنيا. إنها مصر الغريب. وأما عن أمنها وأمانها فلن يذكر الله سبحانه وتعالى لفظ آمنين إلا في موضعين، أحدهما للبلد الحرام والآخر لمصر. قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإذا كانت مكة في البلد الحرام فمصر هي بلد الأمن والأمان، والأمن دائما مقدم على سائر النعم. لذلك لما دعا خليل الله إبراهيم ربه قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات. فنعمة الأمن مقدمة على سائر النعم،
فإذا استتب الأمن تهيأت الفرصة للحصول على سائر النعم والتمتع بها. وإذا غاب الأمن تعثر الحصول على الكثير من النعم وتعثر التمتع بها. أما عن خيرها فحدث ولا حرج. يكفي أن فيها خزائن الأرض كما قال سبحانه وتعالى على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. يكفي أن فيها نهر النيل وهو نهر من أنهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات ونهر النيل كل من أنهار الجنة. قال أهل العلم: ما من شجرة إلا ومنها ويوجد فيها في مصر. استغاث بها عمر بن الخطاب في عام الرمادة فأرسلوا إليه المصريون قافلة محملة بالخيرات، أولها في البلد الحرام وآخرها في مصر. وفي سنين العجاف في عهد نبي الله يوسف أطعمت جميع البلاد التي حولها، وهي حتى الآن وستظل تطعم غيرها وتفتح أبوابها وزراعيها على مصراعيها لكل من فقد وطنه، تستقبله كالأم الحنون. ليس ذلك وحسب، بل امتدت يدها إلى جميع بلاد العالم عامة وبلاد المسلمين خاصة. تمد يدها بالخير والسلام والأمان والمساندة إلى كل بلاد العالم. إذا ذكرت مصر فتذكر أمنا هاجر وتذكر سعيها بين الصفا والمروة التي جعلها الله منسكا من مناسك الحج يتعبد به إلى يوم القيامة. إذا ذكرت مصر ذكرت أمنا هاجر وتفكر ماء زمزم تحت قدمي ربيعها التي جعله الله شفاء لما شرب له وجعله سببا للنماء والعطاء. إذا ذكرت مصر فتذكروا أم موسى ورضيعها وقصتها مع فرعون. إذا ذكرت مصر تذكروا آسيا زوجة فرعون التي ضربها الله مثلا للمؤمنين الذين آمنوا. إذا ذكرت مصر تذكروا المرأة الصالحة ماشطة ابنة فرعون التي اشتم طيب رائحتها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وكلكم تعلمون القصة. إذا ذكرت مصر تذكروا الأزهر الشريف مرارة العلم وشعاع النور. إذا ذكرت مصر تذكروا دفاعها عن المسجد الأقصى. إذا ذكرت مصر تذكروا العلم والعلماء ومجالس العلم. تذكروا علمائها الذين جابوا الأرض شرقا وغربا يعلموا أهل الأرض جميعا. إذا ذكرت مصر تذكروا إذاعة القرآن والكريم وقرائها وتلاوته ودروس العلم التي لا تنقطع ليلا ولا نهارا. إذا ذكرت مصر تذكروا علمائها الذين جابوا الأرض شرقا وغربا.
تذكروا الليث بن سعد الذي ابن طوخ الذي قال عنه الإمام الشافعي هو أعلم من مالك. تذكروا الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. تذكروا الإمام الشاطبي صاحب المنظور. تذكروا المقريزي. تذكروا القارئ ورش الذي ملأت الدنيا قراءته. إذا ذكرت مصر تذكروا الإمام الشعراوي وخواطره. تذكروا سويد ومجدي يعقوب ومصطفى مشرفة والكثير والكثير والكثير. إنها مصر، مصر الغالية، أعز الأوطان، أعظم الأوطان وأعرف الحضارات. ورغم قوة مصر إلا أنها لم تكن يوما معتدية أو غازية، وإنما تكون حامية دائما لأرضها وأهلها ومساندة لكل أهل الأرض وخاصة بلاد المسلمين. رغم قوة مصر لم تكن يوما معتدية وإنما حامية ومساندة. ورغم تعرض مصر للعديد من المؤامرات وتعرضها لأطماع الطامعين وأحقاد الحاقدين وتربص المتربصين والأنظمة المتآمرة، إلا أنها في كل ضربة تنتفض شامخة الرأس عزيزة النفس قوية صلابة بأهلها وتمام تماسك أهلها وثقافتهم وحضارتهم. تقوم عزيزة النفس ترد كيد الكائدين وتحبط مؤامرات المتآمرين. فصدق الصليبيين والتتار، وصدق ما عرف بالخراب العربي، وها هي تصد وما زالت تصد مؤامرات تهجير أهل غزة والقضاء على القضية الفلسطينية. ستظل مصر صلبة قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. إنها محفوظة بعناية الله سبحانه وتعالى ودعوة الجميع لأهلها. إنها مصر الغالية، أعظم الأوطان وأعرق الحضارات، حافظها الله. إذا ذكرت مصر تذكر استقبالها للسيدة زينب، وتذكر دعوة سيدة زينب لها ولأهلها. قالت: نصرتمونا نصركم الله، أعنتمونا أعانكم الله، آويتمونا آواكم الله. ثم دعت لمصر وأهلها: اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل ذنب فرجا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وما فعلته الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وشفيعه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، حق لنا أن نفتخر بمصريتنا وبهويتنا، فقد عززتها اللغة العربية، فلم تأتي مقصورة أبدا، لم تذكر مصر مقصورة أبدا، فإما أن تأتي
مرفوعة بتكريم الله لها وذكرها في القرآن الكريم، وجعلها عبادة يتعبد بها إلى يوم القيامة، وإما أن تأتي مفتوحة لقاصديها حيث أنها بلد الأمن والأمان. أيها الإخوة الأحباب، روي أن الإمام مالك كان يجلس ذات يوم بين أصحابه طلبة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فإذا برجل يدخل عليهم ويقول انظروا الفيلة انظروا الفيلة، ولم يكن أهل المدينة يروا الفيلة من قبل، فهرول الجميع إلا يحيى ابن يحيى الليثي، فنظر إليه الإمام مالك وقال له لما لم تخرج لترى الفيلة؟ فقال له يحيى جئت لأطلب العلم لا لأرى الفيلة، ونحن في شهر رمضان، شهر العبادة، شهر الرحمة الذي هو منحة المولى الجليل إلى أمة خاتم الأنبياء والمرسلين. نحن في شهر رمضان كثرت الفيلة، فأرجو ألا تهرولوا للنظر إليها. كثرت المسلسلات والمسابقات لتلهيكم عن منح الله عز وجل في رمضان. اتقوا الله أحبابي واحذروه، احذروا معصية الله عز وجل، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والله سبحانه وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فاستقيموا يرحمني ويرحمكم الله. عباد الله، ما في يوم جمعة إلا وفي ساعة إجابة، فادعوا الله معي لعلها تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله الذي خزائنه بيدك، ونعوذ بك من الشر كله الذي خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك مما سألك به حبيبك وعبدك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذ بك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنك كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفقهم لما فيه الفلاح والصلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين ومن كل مكروه منصور. اللهم احد صف المسلمين واعل رايتهم واحد كلمتهم يا رب العالمين، وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واخر الصلاه.